وقصص إعداد قصص الخداع الكبرى اللي اتعملت، فكان كل ده مفاجأة. ده اللي حقق المفاجأة الثلاثة. وبعدين أهم من ده كله اختيار التوقيت الصح للحرب. الساعة 2 يوم اللي هيد الغفران الجنوني طبقا لتوقيتات المد والجد، يعني كان له حسبة كده كبيرة، واختيار هذا التوقيت كان اختيار مناسب جدا. حط الشمس في ظهرنا وخلى الشمس في وش العدو، فقدرنا نعدي بسهولة. ومع انه خلي بالك الشمس بتبقى في وش القوات، هي تعمل في الأجهزة بالذات بتعمل انعكاسات تخليك ما تشوفش. وابتدت طبعا الحرب بالضربة الجوية، ثم التمهيد النيراني بعديها ب 2000 مدفع، ثم عبور القوات المسلحة المصرية إلى الشط الشرقي شمال السويس. لدرجة اليهود كانوا يعني في نقط قوية لم تقاوم من هول المفاجأة، ما ضربتش طبعا في بعض النقط، ما ضربتش طبعا. أما بعد كده نتيجة ضغط القتال طبعا خدنا رخصة وصرنا يعني، بس كان بعد 5-6 أيام تقريبا. اللي لا على كده بقى لا تتخيل. أنا فاكر لما جينا نجهز القوات عشان أبوه، كان عندنا ناس مستدعيين وناس القوى الأساسية، فكان في واحد بتاع حميد المجند المستدعى، ما كنتش حاطه في الأطقم بتاعة القتال اللي هتتعبوا بالحوار. جالي قال لي أنا اضربني بالنار وحركب العربية هحارب، أنا هعمل مش هعرف بالمقصد. وفعلا حطيناه واستشهد يوم 17 أكتوبر، وكان طبعا مثال كل الجنود والقوات كانوا مثال لقوة الإرادة والشخصية، وهم اللي عوضوا الفرق الكبير في التسليح. خلي بالك هم رغم ان القرن 73 كان اليهود متفوقين في التسليح، لكن ايه اللي عوض ده؟ إرادة المقاتل المصري. يعني دي حقيقة، ده اللي دايما بيفرق في في منظومة القتال أساسا، يفرق فيها قوي يعني في قتال كتير. المسألة بقى نحن أول ما عبرنا سجلنا كلنا بنفسه لدرجة بقينا نمسك الرمل الخط المصريين، الرمل بتاع واستمرت بقى أعمال القتال لحد يوم 21 من 6 ل 21 لحد وقت إطلاق النار. كان في صولات وجولات كتيرة قوي وقصص بطولة، أما تقعد تحكي عنها عايز بلدك يعني تشوف اللي كان بيقتل المجرى بصدره عشان الجنازة يعدي وعارف مجرى بصدره، واللي ياخد أرضيه ويطلع يضرب دبابة يهودي. القصص كانت جميلة جدا وكانت قوية جدا. كان كلنا بنتسابق مين هيستشهد أول. يعني لن تتخيل إنه كان إرادة الجيش المصري صلبة جدا وقوية جدا لدرجة إنها تتفوق على الدعم الأمريكي كمان. يعني الدعم الأمريكي كان الدبابات في الغدرتين الحرب العربية خش الحرب، فكل ده تغلب عليه من إرادة المقاتل المصري اللي هو دايما هو اللي فارق في هو اللي فارق في معادلة التوازن ومعادلة الخوف. يعني ده كان هو الفرق الضخم اللي حققه المحقق والتفوق 73 كانت هي إرادة هذا المقاتل. يعني الناس بتتسابق ترمي نفسها معها عشان تعدي الأول، يعني حاجة كانت غيظ يعني مش واحد خايف من النار ولا من ضرب النار، الناس بتجري عشان تتسابق للعبور. ورمضان كان له دور شهر روحاني قلت لك والله خط 10 أيام.
والصيام، وكانت ملحمة، ملحمة من أعظم ملاحم التاريخ. هذه الملحمة ستظل نموذج حي على إرادة وانتصار الشعب المصري، لأنه كان فيها تكاتف رائع بين القوات المسلحة وبين الشعب. الشعب وقف ورا القوات المسلحة، القوات المسلحة عدت بسرعة، الحمد لله انتصرت. انت لا تتخيل بقى الشعب وحبه للقوات المسلحة بعد الانتصار. وانا نازل سواق التاكسي اللي انا كنت معاه مش رافض ياخد اوبر، هو مصري، عشان كان اول مرة انزل بعد 3 شهور من الحرب. مش رافض. ما هو ما تنساش دور الشعب العظيم ده اللي عمل، اللي حرم نفسه من اللقمة عشان خاطر يجيب سلاح وينحارب. فمصر طول عمرها عظيمة، وإن شاء الله بمناسبة الأيام دي مصر ستعبر ما هي فيه وتعود إلى أفضل مكانه وأحسن مما كانت إن شاء الله. جيل أكتوبر هيتكرر ولا موجود يعني مصر لا لا ولادة؟ لا، ما هو جيل أكتوبر ده منين؟ مش من الشعب ده؟ يبقى الشعب ده قادر على إنه يعمل 10 أجيال أكتوبر. يعني هي الشعب ده شعب أصيل، وشعب شوف وقت الزنقة بيبقى زي الأسد وكل يتحد، وساعة ما يواجه مصر واخد بالك، فإن شاء الله لا أكتوبر متكرر على طول.